تخيل تصحى الصبح وتكتشف إنه ملايين المتابعين الوهميين اختفوا فجأة من أكبر حسابات المشاهير بالعالم. كريستيانو رونالدو خسر ملايين، وكايلي جينر صارت حديث السوشيال ميديا بعد أكبر صدمة بتاريخ إنستغرام. بس السؤال، شو اللي صار فجأة؟ وهل فعلاً كل هالأرقام كانت وهمية؟ إنستغرام قلب الدنيا خلال الساعات الماضية بعد ما بلش حملة ضخمة لحذف الحسابات الوهمية والروبوتات، والناس سموها التطهير الكبير لعام 2026. وأول اسم تصدر الترند كايلي جينر. النجمة العالمية خسرت أكثر من 14 مليون متابع خلال ساعات بس. أما كريستيانو رونالدو فخسر تقريباً 8 ملايين متابع دفعة واحدة. وسكيلينا غوميز كمان ما سلمت بعد ما اختفى من حسابها حوالي 6 ملايين متابع، والجمهور انصدم من الرقم. والغريب إنه الحملة ما وقفت هون. أريانا جراندي، تايلر سويفت، جاستن بيبر، بيونسي، وحتى بريانكا شوبرا كلهم تأثروا بشكل واضح. بس اللي عمل ضجة أكبر هو إنه جمهور فرق الكيبوب لاحظ انخفاض كبير بحسابات BTS وبلاك بينك. وهون الناس بلشت تسأل، هل فعلاً كل هالمشاهير كان عندهم متابعين وهميين ولا إنستغرام بالغ بالحذف؟ تقارير بتقول إنه شركة ميتا بلشت حرب قوية ضد الحسابات الوهمية والحسابات اللي بترفع الأرقام بشكل مصطنع، والهدف إنه يرجعوا المصداقية للمنصة ويكشفوا مين فعلاً عنده جمهور حقيقي ومين كانت أرقامه مجرد وهم. بس المفاجأة الأكبر إنه ناس عاديين وصناع محتوى حكوا إن حساباتهم الحقيقية كمان تأثرت، وبعضهم انحضر فجأة أو خسر آلاف المتابعين بدون سبب واضح. يعني الموضوع ما كان بسيط أبداً. وفي ناس بتتوقع إنه اللي صار رح يغير شكل السوشيال ميديا بالكامل ويكشف الحقيقة اللي كانت مخفية من سنين. برأيكم مين أكثر نجم انصدمتوا من عدد المتابعين اللي خسرهم؟ اكتبوا لنا بالكومنتات. هل فعلاً عدد المتابعين اليوم صار مجرد رقم؟